اليوم كان عندنا هو اخر يوم شغل بهذا البيت، فقررنا قبل لا نروح من البيت ننظف المكان مالتنا. شكو وساخه احنا سويناها لازم نشيلها. وهنا اول شيء جبت العربانه وشلت ذن الغراض، اكو قواني وشغلات زايده وبوريات وكاشي زايد خليتهم بالعربانه وطلعتهن برا. وبعد ما طلعت الغراض ذني برا، وهنا رجعت شلت ذني الغراض مالت ابو المجاري، المنهولات والاقباقه مالت المنهولات خليتهن بالغرفه على صفحه على مود من يجي يشتغل بيها. وورا ما كملت هنا جبت المكناسه كنست هاي الجو الدرج. طبعا اكو هواي وساخه بيها، وساخه من عندنا وساخه من اللباخ. طبعا اللباخ هواي موقع بورق على الكاشي ومدمر الكاشي دمار. المهم وهنا مثل ما تشوفون قدامكم جمعت الوساخه كلها بمكان واحد، كنست الصاله ما بقيت بيها اي تراب واي وساخه. وهنا بعد ما كملت طبعا نظفت الصاله وما بقى بيها اي شيء، جبت العربانه جمعت بيها بقيه الانقاض والوساخه وطلعت العربانه ذبيتها برا. وبعد ما كملنا هذه المرحله نرجع للغرف. طبعا عندنا بالغرف هواي وساخه، جبت المكناسه كنست الغرف وكنست هاي الجو الدرج، طلعت منها على باب المطبخ. طبعا كنستها كنسه بسيطه مو تنظيف نهائي، هذا اكو هواي بالبيت غسل وتنظيف ومكانات مال بورق واقع بيها البورق ما منظفه اللباخ. فاحنا اللي علينا نقدر نسوي المكان مالتنا اللي اشتغلنا بيه ننظفه، لان ما يصير تشتغل ببيوت الناس وتعوف الوساخه مالتك وراك وتروح. المهم وهنا مثل ما تشوفون قدامكم بعد ما كملنا التنظيف هاي النتيجه مثل ما تشوفون. طبعا اذا عجبكم الفيديو سووا لنا لايك ومتابعه، دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر. واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا بالتعليقات وتدللون. ملاحظه بالنهايه طبعا اكو هواي ناس تسالني يقولون وين مكان عملكم، احنا نشتغل بداخل محافظه كربلاء. هواي بالتعليقات يسالوني يقولون تشتغل بالمحافظات، لا احنا عملنا داخل محافظه كربلاء فقط. وهنا وصلنا للنهايه ومع السلامه.